يسعد مساكم. عاملين ايه؟ النهارده معانا بطاطس بالكفته، بس بالطريقه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. انا معايا نص لحمه مفرومه، وكنت حاطه عليها البصل بتاعها المبشور وملح وفلفل ومجهزاها عشان اصبعها او اعملها كور. ومعايا في نفس الوقت 3 طماطمات بشرتهم بالمبشره، ومعايا 3 بطاطسات وسط قطعتهم مكعبات. معايا بصلايه بقى صغننه حطيتها على جنب، معايا ملح وفلفل، ومعانا فصين توم. هبدأ هنا كده احط اللحمه بتاعتي، هحمرها الاول في السمنه وهسيبها على جنب في الصينيه. هنا شوحت البطاطس في نفس الطاسه اللي انا شوحت فيها اللحمه، وحطيت عليها ملح وفلفل بصوت. ما تنسيش ان انت حاطه ملح وفلفل في اللحمه، بس هتبقى الملح والفلفل خفاف في اي حاجه هتحطيها عشان ما تبقاش الاكل حلو. انا هنا حطيت معلقه تانية سمنه لوحديها كده في الطاسه، وحطيت عليها البصله وشوحتها ونزلت عليها بفصين الثوم. هشوحها اول ما الثوم يطلع ريحته بروح نازله عليه بالطماطم المبشوره. سهله جدا وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، وكل طلباتها بتبقى في كل بيت يعني. برضو حبه ملح صغيرين ومعاها معلقه فلفل صغيره. لو عندك فلفل ملون فلفل رومي حبيتي تضيفي على الوصفه عادي جدا، بتبقى طعمها حلو. انا هنا كده البطاطس كله حاجتي جاهزه. حطيت البطاطس وحطيت عليها الصلصه اللي اتسبكت، ورصيت عليها اللحمه من فوق، وهحط عليها كوبايه ميه وهديها غلوه ولا غلوتين على النار من فوق، وبعد كده هزقها في الفرن وبتتقدم مع رز ابيض. والف هنا، اتمنى ان الوصفه تعجبكم.